نعم، خسرنا أمام المغرب، ولكنها خسارة قاسية جدا. يا ترى من المسؤول عنها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد. الحقيقة أنا عندي كلام كتير جدا عايز أقوله، لكن صعب عليا أن أنا أخرج أو أتكلم بعد هذه الخسارة الكبيرة أو القاسية أو المؤلمة اللي تعرض لها منتخبنا الأولمبي في آخر مباراة له في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. هي خسارة ثقيلة جدا، ما كانش متوقع من لاعبي منتخب مصر الأولمبي إن هم يظهروا بهذا المظهر. لكن لازم يكون هناك تحليل أو وقفة عقلانية أو منطقية مع هذه الخسارة عشان نتكلم عنها بشكل كويس. هل المسؤول عن هذه الخسارة الثقيلة أو المؤلمة هم لاعيبة المنتخب الأولمبي فقط؟ هل هو المدرب البرازيلي ميكالي هو المسؤول عن هذه الخسارة الثقيلة فقط؟ الحقيقة أن الجميع مشارك في هذه الخسارة الكبيرة، وحتى يعني ممكن نستبعد اللاعبين ونستبعد الجهاز الفني، لأن ما حدث وما حصل للمنتخب الأولمبي خلال فترة إعداده أو قبل مشاركته في أولمبياد باريس 2024 كانت صادمة للجميع، بعد ان احنا عرفنا ان حتى كمان لاعيبة المنتخب الأولمبي اللي هم تحت 23 سنة الأندية المصرية كانت معارضة ووقفت قدام لاعبتها انها تشارك مع هذا المنتخب. هذا المنتخب لم يجد أي دعم، لم يجد أي منظومة صحيحة تحقق له إن هو يعمل حاجة. اللي عمله المنتخب الأولمبي ده أقدر أقول لك عليه إعجاز وإنجاز كبير. يكفي إن أنا أقول لك إن المنتخب الأولمبي حقق ما لم يتحقق من 60 سنة. آخر مركز حصلنا عليه في الأولمبياد في طوكيو 64 المركز الرابع. احنا النهاردة بنحقق المركز الرابع بدون أي دعم وفي ظل منظومة فاسدة. يا حبيبي العزيز، احنا عندنا منظومة فاسدة لا تفرز أي شيء. هبدأ معاك بسؤال بسيط أوجهه لك. هو كم عدد اللاعبين المحترفين الموجودين في المنتخب المصري الأولمبي، وكم عدد اللاعبين المحترفين الموجودين في المنتخب المغربي؟ 14 لاعب محترف بيلعبوا في أندية أوروبا. والعين طبعا اللي هو رحيم اللي كان متألق طبعا ده محترف جامد جدا، يعني ينافس أي لاعب أجنبي. احنا عندنا كم لاعب محترف؟ مفيش إلا النني بس اللي هو معتزل اللعب الدولي بقاله فترة، ما بيلعبش كلاعب محترف في الأرسنال بقاله 8 شهور. هو اللاعب الوحيد الموجود في صفوف المنتخب الأولمبي. الباقي كلهم حتى ما بيلعبوش في الدوري المصري. أغلب هؤلاء اللاعبين أنت ما تعرفش أساميها، أغلبهم أو معظمهم أنت ما تعرفش أساميهم إلا ما رحم ربي. المنتخب ده ما عندوش بدلاء، ما عندوش سكواد، ما عندوش حد غيره. اللعيبة لعبت وعملت كل حاجة، خلصوا اللي عليهم، ما عندهمش بنزين خلاص. انت بتلعب فرقة خلصت. اقصى او اكبر واحد او اهم واحد هو زيزو، مصاب من مباراتين، مصاب من مباراة الدور ربع النهائي. زيزو اللي انت كنت معتمد عليه. هل في منتخب عايز يحقق ميدالية أولمبية يعتمد على لاعب واحد؟ ده صعب جدا. طيب المنتخب الأولمبي او المغرب، انت لما تخسر المغرب انت خسرت من منتخب او كرة بعيدة عن المستويات العالمية؟ طبعا اقول لك لا. طب هو المنتخب المغربي حقق ايه في كاس العالم 2022 اللي كانت في الدوحة؟ وصل لدور الأربعة. والمنتخب المصري ما تأهلش اصلا لكاس العالم. شفت الفارق قد ايه؟ عشان تعرف النتيجة اللي طلعنا بيها.
عشان احنا نعرف المفهوم اللي احنا عندنا منظومة رياضية فاسدة، عمرها ما تفرز اي شيء، عمرها ما تحقق اي حاجة. عمر المنظومة دي بكل المقاييس ما تعمل حاجة. منتخب الجبل الاصفر ده ولا الاخضر بتاع افريقيا اللي هم 500,000 نسمة، عندهم 28 لاعب محترف. انت ما عندكش الا 3 أو 4 لاعبين محترفين. في وقت من الاوقات قبل المنتخب الاولمبي ما يطلع من مصر عشان يشارك في دورة الالعاب الاولمبية، كانوا بيتحايلوا على اندية معينة يقولوا لها هاتوا لاعبتكم عشان لعيب واحد او 2 يلعبوا يدعموا هذا المنتخب. رفضوا عشان يلعبوا عشان الدوري اللي لسه ما خلصش لحد دلوقتي، واللي لسه بيحاربوا عشان كاس مصر ويتلغي ولا ما يتلغيش، وكل البهدله اللي احنا فيها. احنا كل اللي احنا بيحصل ده عندنا بهدله، ما عندناش نظام كروي. عشان كده ارجو الناس ما تزعلش، ما تزعلوش ولا تغضبوا ولا تستعجبوا في نفس الوقت، لان احنا ما عندناش منظومة كروية ولا منظومة رياضية، كلها فهلوة وكلها نصب وكلها سبوبة. حاجات كتيرة جدا بتحصل في الرياضة المصرية وفي كرة القدم بشكل كبير احنا مش فاهمينه. كل واحد بيحاول ان هو يكسب حاجة على حساب مصلحة البلد. محدش يهمه خالص مصلحة مصر، ولا يهمه سمعة مصر، ولا يهمه اي حاجة. احنا النهاردة في دورة الالعاب الاولمبية شاركنا باكبر عدد من اللاعبين، ماشي، عربيا وافريقيا. طب والنتيجة ايه؟ النتيجة لحد دلوقتي احنا ما حققناش الا ميدالية برونزية واحدة في السلاح. وكل الالعاب وكل الرياضات وكل المسابقات وكل البطولات صفر اليدين. يا جماعة لازم يحصل تغيير شامل في المنظومة، لازم يكون عندنا فكر رياضي صح، لازم نواكب العصر. للأسف الفترة الأخيرة حصل فيها تدخل كبير في الرياضة، في القاعدة الرياضية نفسها، عن طريق الأكاديميات الرياضية اللي اتعملت وانتشرت عشان تاخد فلوس من أولياء الأمور وتجذب عدد كبير من أولياء الأمور إن يودوا لاعبة أولادهم يلعبوا في الرياضات دي. هي مجرد سبوبة وبدون أي رقيب أو حسيب. منعتوا المواهب إنها تخش الأكاديميات دي، والأندية منعت المواهب الحقيقية إنها تخش وتلعب رياضة، منعتوها. انتوا وقفتوا قدامها، منعتوا الناس اللي عندهم امكانيات رياضية عالية وان هم يكونوا ابطال ما يخشوش. خليتوا بس الناس اللي معاهم فلوس اللي يقدروا يخشوا اكاديميات، الناس اللي هم اعضاء في الاندية اللي هم بيتحكموا في مصير الانتخابات. للأسف الانتخابات دلوقتي بيتحكم فيها اولياء الامور، بينتخب فيها الاعضاء. وعشان كده مجالس الادارات اللي موجودة في الاندية هي السبب، لان هي بتسعى فقط للانتخاب وبتسعى فقط للحصول على اصوات، وبتدفع فاتورة الانتخابات بتدفعها من دم سمعة مصر. سمعة مصر ضاعت بسبب الانتخابات، وبسبب الانتخابات سواء في الاندية سواء في الاتحادات. كل من ينجح في الاتحادات او الاندية بيكون عليه فاتورة بيسددها ل4 سنين، وبعد كده النتيجة صفر. وطبعا اللجنة الأولمبية اللي قالت ان احنا هنكسب 7 ميداليات او 8 ميداليات، اعتقد انها كانت بعيدة خالص عن الواقع. الناس زعلانة. لو احنا بنتكلم ان احنا صرفنا 1.5 مليار جنيه مصري خلال ال4 سنين اللي فاتت على الرياضة عشان نطلع بطل أولمبي، عشان نحقق ميدالية أولمبية، النتيجة كانت صفر، لان احنا حطيناها في مكان غير صحيح. العملية مش عملية فلوس، العملية عملية إدارة. نحن لسنا لدينا إدارة رياضية صح تنفع تقدم بطل أولمبي. لازم يكون عندنا عقلية رياضية تواكب الاحتراف، تواكب المسيرة الرياضية، تواكب صناعة الأبطال اللي بتحصل في العالم. احنا شفنا في دورة الألعاب الأولمبية تطور كبير جدا موجود. للأسف احنا ما عندناش الكلام ده خالص يا جماعة. احنا عندنا فهلوة، وعندنا معلش، وعندنا عشان خاطري، وعندنا نفوذ، وعندنا ناس ماسكة كده في الحاجة على طول وعشان سمعتها.
كل الحاجات اللي بتحصل دي لابد ان تنتهي. كل مرة في دورة الالعاب الاولمبية بيحصل نفس الكلام، وبتحصل ثورة من الناس، وفي النهاية يعملوا لجان ويعملوا تحقيقات والنتيجة صفر. لكن الله يا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.